14 كيلو وادخل قنا. الدنيا زي ما انتم شايفين كده، هص مفيش مخلوق في الشوارع، مفيش عربيات، مفيش حاجه، يمين غيطان وشمال غيطان، وكلهم شجر مانجا. الصراحه عايز انزل اخد لي مانجا ولا حاجه بس مكسل. لسه واصلين هنا حالا، وهنتحرك من هنا على الاقصر. فاضل لنا 60 كيلو تقريبا ونوصل الاقصر. هنعملهم بقى في ساعتين في 3 ساعات على حسب الجو وعلى حسب الطريق. ده بقى الكورنيش من هنا للاقصر، هنفضل ماشيين في الجمال ده. ايه رايك يا قائد في اللي احنا ماشيين فيه ده؟ ده بستان يا ابني والله، بستان ما شاء الله. انا مش عارف ايه الجمال ده. احنا كده الاقصر حوالي 25 كيلو نخش الاقصر ان شاء الله. ان شاء الله. هاني ده قائد. قائد كلهم الرجاله كلهم على الطريق على فكره. الرجاله كلهم على الطريق، الله اكبر عليهم. درجه الحراره دي الجو ده احسن بروفه الحرم المكي. ربنا يوعدنا ان شاء الله يا اسماء. ان شاء الله. احنا دلوقتي هنخش على تعالى كده دي برضه اسمها ايه؟ بلدنا يا ولد. وصلنا بلد القائد. لازم نقف هنا ونصور بقى فيديو للقائد في بلده. صباح الرضا. دلوقتي خلاص يعتبر دخلت الأقصر. أنا آخر واحد على الطريق. وصل. في ناس وصلت من بدري وفي ناس ركبت عشان تعبت ما قدرتش تكمل. أنا صممت إن أنا أكمل وأوصل وأدخل الأقصر على عجلتي. الساعة دلوقتي تقريبا 1 الظهر. أنا طالع أو إحنا طالعين امبارح الساعة 4 العصر. يعني احنا كده بقالنا حوالي 19 او 20 ساعة على الطريق. انا مش قادر اقول لكم جمال الاقصر. ناحية هنا النيل وهنا المعبد ده مش فاكر اسمه ايه. هاجي دلوقتي اروح بس اخد دش واروق على حالي كده واكل لقمة واجي اصور. الأقصر بلدنا بلد سواح. الصبح كنا خرصانين خالص لما وصلنا، خدنا دش ونمنا على طول. دلوقتي الساعة 6:30 رايحين ناكل. يعني نمنا القائد صحانا 6 على أساس إن احنا نروح ناكل عشان ما كلناش من ساعة ما وصلنا. يلا معانا كتير. أنا معاك في أي حاجة. دي مجموعة الفضلة وفي مجموعة مشوا مع الكابتن إيهاب. تحب تقول حاجة يا ابو؟ اقول عاش جدا الناس اللي وصلت على العجله، وان شاء الله نكرر المسافه تاني بكره باذن الله. لا لسه في بكره 220 كيلو. انا مش هقدر ادوس واحده على بدال. ان شاء الله نعملها باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فعاليات ملاش كبير في الاقصر. احنا رايحين دلوقتي نتفق على وجبه الغداء بتاعه اليوم الثالث في ملاش كبير. الجوز الخيل تن 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 والعربية تن 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 أنوسيا كل حنية يزوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي آلي وعنايا تن 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 تن. انت دورك كله اللي انت تقول تن تن تن. لا خلاص كده، انت مش عارف حاجه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي رايحين نعمل الاسطى جبني ما اتكلم كده. في قلب الاقصر. بلد جميله قوي كلها سياحيه، يعني ما فيهاش حته شعبي، ما فيهاش حته كده عاديه. تحس ان هي مدينه نصر على وسط البلد. ودخلنا شبرا دلوقتي. الصبحيه على راس حنطور. احنا دلوقتي جينا مطعم اسمه ام هاشم.
نيو ام هاشم، عشان هو في هنا 4 محلات اسمهم ام هاشم. ده اللي احنا اخترناه منهم، محل كبير، المكان فيه زي الفل والقعده حلوه. تعالى يا ابو النجا نوريهم الصاله. مكان كبير جدا زي ما انتم شايفين. اي عدد ينفع يجي يقعد فيه، وفي صاله كمان فوق هوريها لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده حاجه حلوه. الصاله هنا مكيفه، مكان كبير يسيع اي عدد. فاي حد يجي الاقصر عايز ياكل لازم يجي مطعم ام هاشم هنا ياكل فيه. وبعد ما اكل طبعا هدوق واشوف واقول لكم الاكل حلو ولا اي كلام. شرف يا باشا. الله يبارك لك يا حاج. اكلنا حلو مطاف. الحته دي اسمها ايه؟ شارع يوسف حسن. شارع يوسف حسن. اللي عايز يجي مطعم ام هاشم هنا شارع يوسف ميشيل الكهرباء. ايه؟ دوار ميشيل الكهرباء. تمام. ماشي يا جماعه. المكان ده اسمه مملكة الأعشاب في الأقصر هنا. هقول لكم العنوان دلوقتي بالظبط. في كل حاجة، كان كبير زي ما انتم شايفين كده. محمد عبده. ايوه قائد. احنا فين دلوقتي كده؟ رايحين فين؟ بنعمل ايه؟ احنا من 8 9 اشهر كنا في معديه بورسعيد. تمام. النهارده في معديه الاقصر، هنعدي البر الغربي نشوف معبد حتشبسوت. احنا ما بنجيش بالعجل عشان نركب عجل وطريق وخلاص، احنا بنتبهدل في الطريق بس بنيجي نستمتع بكل حاجه. العجله بتورينا حاجات عمرنا ما شفناها قبل كده. مشوار في الاقصر. جوه هناك. احنا جوه المعديه، هنعدي من البر الغربي يا قائد للبر الشرقي ولا هنعمل ايه؟ انتوا دلوقتي عشان تروحوا جوه، عشان تلف كل اللفه اللي انتوا عايزين تلفوها دي فيها كام ساعه؟ محتاجين اي حاجه وسيله مواصلات. جوه فين؟ في مواصلات هناك؟ اكيد طبعا. مفيش مواصله توديك وتقعد وبعد كده تركب مواصلات. زي ما انتم شايفين احنا في المعديه وده النيل، واحنا عايزين نروح مستهدفين الجبل اللي هناك ده، جبل الحاج حتشبسوت. الحاج حتشبسوت الله يرحمها. ويبقاش مش الطوبه اللي تحت دماغها. الباص واقف الناحيه الثانيه. هنروح نزورها ونيجي. هو في قلت بتعرف تعمل سمك؟ بصوا يا جماعه شويه السمك طالعين. احنا زي ما قلنا هنجيبه ونعمله بره، هو يعمل الرز مفيش حد والسلطه يصطاده. بس. قائد. نعم. السمك طلع على الشط هنا عشان من كتر ما هو زهقان مفيش حد يصطاده. والله العظيم صح. يعني هو قال لك ايه، مش لاقيين حد يصطادنا في قلب الميه، نطلع له لحد فوق. يصطادونا يا ولد انا عايز اموت. ناكل يا جدعان. في هنا واقف هنا برضه جميل قوي. بولتي معظمه بولتي. بصوا يا جماعه السمك بس ده. دول بقى التمثالين المشهورين. مش عارف اسمهم ايه بس هم معروفين يعني. هو حد مكسرهم تقريبا، كان في حد زعلان منهم وكسر فيهم. دي بقى بيقولوا عليها الصوامع بتاعت سيدنا يوسف اللي كان بيخزن فيها القمح والحاجات القصة الشهيرة في القرآن الكريم. احنا هنا طالعين الجبل زي ما انتم شايفين كده.
الفراعنة يعني لازم تفخروا بأجدادنا المصريين. بس هنا والله فخر فخر فخر، ده فخر مصر. هنا في ايوه طب السوق، نتصور مع بكار امسك لها السوق هنا اسمه ايه؟ سوق حتشبسوت. سوق حتشبسوت. حتشبسوت. يعني اللي جاي حتشبسوت لازم يعدي على السوق. لازم يعدي على السوق تمام. وزارات طبعا هنا حتشبسوت. انتوا موجودين على طول. موجودين من 5 ل 5. من 5 جميل. والاسعار هنا يا جماعه حلوه يعني مش وحشه، الحاجات كلها بصوا يعني في حاجات بكتب لك عليها الاسامي انجليزي وفرعوني. بيتكتب عليها أسامي. انجليزي وفرعوني. ده سمارت اهو انجليزي وهنا فرعوني. حاجات زي دي برضو، في حاجات الكبيره مثلا. ادينا كده فكره عن الاسعار. لا انت ممكن في يا ستي فكره عن الاسعار. الاسعار يا سيدي في عندنا احنا عشان اسعار بالذات كمان اجازات المصريين بتبقى في هدايا من 5 جنيه وفي 3 ب 10، بيبقى برضو في حظاظات 3 ب 10 جنيه. اللي يجي معبد حتشبسوت لازم يدخل هنا عند الشيخ بكار، هيلاقي حاجات حلوه جدا واحسن اسعار في السوق، لازم يدخل يجيب من عنده ان شاء الله. ربنا يخليكم يا رب. هدايا اسعار رخيصه يعني 15 وب 10 يا شباب انا دلوقتي جوه المعبد بتاع حتشبسوت. تمام. بصوا في هنا بس قافلين مش هينفع ادخل، بس جوه في الوان حلوه قوي كلها دهب، وفي جوه كمان مكان مش هينفع ادخل اشوفه. انا اشتريت مسله من السوق من هنا مكتوب عليها سمارت، نحت عليها بالهيروغليفي وبالانجليزي ب10 جنيه بس. الاسعار هنا في السوق حلوه بتاعت الهدايا، فالدنيا جميله يعني. طبعا انا مش هصور هنا كتير لاني طالع لايف على اليوتيوب، فانتوا اتفرجوا على اللايف. بصوا الكتابه الهيروغليفيه منحوته بطريقه حلوه، طريقه احترافيه. احنا كده خلاص خلصنا زياره معبد حتشبسوت وراجعين بقى على المكان اللي قاعدين فيه في الأقصر عشان ناخد العجل. الساعة دلوقتي 10 الصبح. هنروح ناكل لقمة نفطر ونستعد كده عشان بعد العصر نمسك الطريق لأسوان. وها قد يذهبون رحالة مشوار من الأقصر إلى أسوان، وها قد ظهروا على الطريق من جديد. عاش رحالة عاش. على الطريق يا جماعة جينا في بلد كابتن أحمد ماكس حبيبي، فما ينفعش قال لنا ما ينفعش تعدوا من قدام البلد من عندنا من غير ما أعمل معاكم الواجب. الواجب إيه بقى؟ هو يمسك كده كابتن ماكس بعد إذنك. تعالوا بصوا بقى معايا كده، بصوا كده معمول معانا فوق الصح ومكان على الطريق زي ما انتم شايفين. جاهز. اتفضل يا كباتن يا عم، والله شرفتونا ونورتونا قسما بالله العظيم. احنا سعداء جدا، احنا سعداء جدا بشوفكم النهارده قسما. حبيبي والله ماكس يعني ايه الكرم ده ماكس حبيبي والله. انت كده بتحرجنا والله. والله دي اقل حاجه والله. الله يبارك اي حد دراج والله اقسم بالله مرحب بيك اي وقت والله. الله يبارك فيك. بنشكرك وبنشكر اهلك، ناس اهل كرم والله. يا كويس. تحب تقول ايه اللي بيحصل من اهل ماكس؟ احسن ناس والله. احنا جايين مش عارفين حاجه. هو قاعد يقول لي ايه من امبارح هنقف بعد 35 كيلو. اقول له حاضر بس في مبرد نملى منه ميه مثلا في قهوه. فلقيته مصمم. فالنهارده طبعا جينا لقينا واقف الناس، والناس طبعا شفتوا في استقبالنا عاملين وليمه. يعني ربنا يبارك لهم، يعني مش عارف اقول ايه، نرد ان الواجب ده ازاي. الناس هنا اهل كرم وربنا يقدرنا على الوقت الجميل ده ان شاء الله. ناس محترمه. عايزين كلمه كده للكابتن احمد ماكس واهله. كابتن احمد كرم يعني الاقصر يعني جنوب مصر، يعني الاقصر يعني الكرم. كابتن سمارت هي كلمه، هي اسمها قريه الشغف. شغف بس الفعل ده اسمها قريه الشغف. شغف في الكرم. الكرم كله موجود هنا بسم الله. كابتن احمد ماكس رزق الله كل الخير.
كفايه ان الناس واقفه وقفنا على الطريق وتعالوا اقعدوا. ده اكتر من 20 راجل واقفين على خدمتنا. ايه الكرم ده يا جدعان؟ الف شكر يا جماعه والله. احنا زعجناكم وكلفناكم. ما ده شرف لينا والله. لا الشرف ليا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. ايوه ليه بقى الشغف؟ الشغف الاول حضرة سيادتك طبعا العلوانيه دي كانت على اسم مرة. اسم ست. على اسم ست. اسمها ايه؟ كانت العلوانيه اصلا البلد يعني والبلد دي يقول العلوانيه. فطبعا عايزين نختار اسم يعني عملاق. سموها الشغب. عشان الشغب الاول كان اسم شرطه، فحسوا انه الشغب احسن من العلوانيه. فبقت الشغف. بقت الشغب لان العلوانيه دي حتجيب لنا يعني اسمها ايه؟ اسم مره. عيد. ده بقى لها قد ايه اسمها الشغف؟ بقى لها قد ايه اسمها كده؟ يمكن اكثر من 100 سنه. ما شاء اكتر من 100 الله. سنه. يعني حبوا الكلام ده عمر فهي كانت الاول على اساس علوانيه فينا نتضارى لو رحنا اي بلد نقول العلوانيه اسم ست. اسم ست. فنخجل من نقولها احنا من العلوانيه. والباقه باسم العلوانيه. المركز اسمه. لكن دلوقتي الشغب يعني حاجه انتوا ناس محترمه يا حاج والله، وشاكرين ليكم جدا. انتوا شرفتونا والله. شرفتونا والله. تعالى ماكس. بقول لك ماكس والراجل بس. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا ادفو او قبل ادفو بحاجات بسيطه. قاعدين مريحين على الطريق شويه بنريح. القائد هو لسه واصل. وطبعا الشرطه معانا ما سابتناش من اول ما دخلنا اسوان. معانا مأمنينا ايه اول ما دخلنا اسوان اول مركز في اسوان الشرطه متابعه معانا ومأمنينا مش سايبيننا لوحدنا على الطريق. يا جماعه طب احنا بنمشي بطيء، لا هنمشي معاكم. يا جماعه هتتعطلوا، لا ده شغلنا. فلا يعني بنشكر الشرطه المصريه وبنشكر الجيش المصري انها بتأمن ملناش كبير. وطبعا الطرق كلها امان. بيقولوا الصعيد الطرق فيها مشاكل ومش عارف ايه، لا احنا لحد دلوقتي اهو ماشيين حوالي 500 كيلو ما شفناش مشاكل خالص. فالحمد لله يعني. وصلنا ادفو. يلا البوكس طالع معانا بيأمننا طول الطريق اهو 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 اهو. ادفو ادفو. بصوا يا جماعه احنا فين؟ احنا بين الجبلين. وطبعا الشرطه معانا مش سايبانا. الشرطه معانا مش سايبانا عشان انتوا شايفين اخطر حته في الطريق. مطالع وطريق حلزوني لولبي وجبال بقى. انا اخر واحد يا جماعه على الطريق. فاضل لي 20 كيلو واوصل اسوان. كنت ماشي في قلب بيوت وصحراء وكده، وإذ فجأة الاقي المنظر ده قدامي. جمال النيل الازرق. طبعا البوكس اهو ورايا ماشي معانا طول الطريق مأمنا. وهكذا وصلنا.
وصلنا رحالة مشوار يلتقون رحالة دراج وأسوان. لقد وصلنا إلى هذا المكان، معرفش هو فين بس احنا وصلنا. 9 كيلو شمال أسوان. 9 كيلو شمال أسوان. هسيبهم وامشي دلوقتي عشان انا خلصان. معانا شهيد هنا ولا مين بيريح ده؟ الحمد لله على السلامة. هادية.